السلام عليكم، اهلا بكم في عالم الطيور. النهارده يا جماعه عند الفراخ البلدي الهجين العالي. صلوا على النبي كده في التعليقات عشان نبدا مع بعض ان شاء الله الفيديو. هنشوف معلومات كتير ان شاء الله عن الفراخ. ما شاء الله عمرهم دلوقتي 33 يوم، فما شاء الله اللهم بارك. شايفين حجمهم بقى عامل ازاي، والميزان اهو هنوزنهم مع بعض. ما شاء الله اللهم بارك. وهنوزنهم كمان مع بعض. فكملوا معايا بقى الفيديو للاخر ان شاء الله علشان تشوفوا الفراخ وتشوفوا وزنها بقى عامل ايه دلوقتي. شايفين اللهم بارك. انا كنت وزنها قبل كده معاكم على القناه في فيديوهات قبل كده. فالنهارده ان شاء الله عمر 33 يوم، فهنوزنهم باذن الله مع بعض. شايفين اللهم بارك. هما طبعا جعانين. شايفين العلافه فاضيه ازاي، والعلافه دي كمان اهي كمان فاضيه. فانا ان شاء الله هعلفهم بس لما اوزنهم الاول، فما ينفعش اعلفهم وبعدين اوزنهم، فكده هياكلوا والوزن هيفرق معايا. تمام. فانا ما شاء الله مجهزه الميزان اهو، هنوزنهم مع بعض. فاقول لكم الاول نوع الفراخ دي ايه. فراخ بلدي هجين عالي. شايفين ما شاء الله عمر 33 يوم، اللهم بارك. حجمها كويس جدا ما شاء الله. شايفين النشاط بتاعهم ما شاء الله. الفراخ دي يا جماعه جميله جدا. انا بنصحكم ان انتوا تربوها لانها ما شاء الله ممتازه في اللحم جدا وفي البيض كمان، بس هي في اللحم احسن. شايفين اللهم بارك حجمها وكلها لون واحد ازاي، عامله كده زي الفراخ الساسي. شايفين ما شاء الله. هنوزن باذن الله الفراخ مع بعض، وكملوا معايا الفيديو للاخر عشان نشوف وزنهم ايه. انا زي ما قلت لكم عمر 33 يوم ما شاء الله. بلدي هجين عالي، كلها لون واحد ازاي يا جماعه الفراخ ما شاء الله. النوع ده حلو جدا، بنصحكم ان انتوا تربوه. الميزان بقى هنشغله مع بعض، نخليه يصفر الاول. لازم ما ينفعش نوزن وهو لسه ما اشتغلش. شايفين او مصفر خالص اهو كده عادي. كمان بقى نوزن براحتنا. شايفين ما شاء الله. هنقلكم مثلا دي هنوزن كذا واحده تمام مع بعض ما شاء الله اللهم بارك. طبعا بيغلبوني على موزني. شايفين ما شاء الله. ده كده كده طلع لوحده اهو. هوزن بقى معاكم كمان شويه فراخ كمان. شايفين ما شاء الله. نوزن ده. شايفين الديك ده ما شاء الله. بسم الله اللهم بارك. قولوا لي بقى يا جماعه في التعليقات انتوا ربيتوا النوع ده قبل كده ولا لا. شايفين ما شاء الله. اللهم صل على النبي. شايفين كيلو و20 جرام، اللهم بارك ما شاء الله. على 33 يوم، اللهم بارك. يعني كيلو بالظبط ما شاء الله. وعدى الكيلو كمان، كيلو و20 جرام. ده طبعا قبل ما اكله. تمام. واحنا طبعا متفقين مع بعض ان الاوزان متفاوته مفيش. شايفين ما شاء الله. ده طلع لوحده على الميزان اهو. ده كام نشوف مع بعض. 680 جرام. حضراتكم شايفين على الشاشه. شايفين ما شاء الله 680 جرام، يعني برضو داخل على الكيلو. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. هنوزن برضو حاجه تانية اصغر عشان برضو ايه تبقوا شايفين معايا. شايفين ما شاء الله. نوزن بس حاجه اصغر برضو من دي. شايفين ما شاء الله. ده ايه طبعا صغير عن اللي انا وزنتهم قبل كده. شايفين ما شاء الله. بسم الله. يثبت بس كده. بيغلبوني والله يا جماعه لما بوزنهم يعني. شوفوا بسم الله. بسم الله. ده 530 جرام اهو. شايفين هو حجمه صغير عن اللي قبل كده. يعني شايفين فرق الاوزان. يعني في ده 530 واللي قبل كده كيلو و20 جرام، يعني النص بالظبط يا جماعه. شايفين ما شاء الله. فعادي الاوزان بتبقى متفاوته، ما فيش فيها مشكله عادي. فساعه الذبح بقى احنا بنذبح اللي هم الكبار وبنسيب الصغيرين شويه. شايفين ده لونه جميل قوي ما شاء الله. شايفين ده لونه عامل ازاي ما شاء الله اللهم بارك. لونه ذهبي كده ما شاء الله. نوزنه اهو. ده بسم الله ما شاء الله 740 جرام، اللهم بارك.
يعني كده الاوزان يا جماعه من 500 و600 740 واكيد في 800 وفي كيلو و20 جرام. فبسم الله ما شاء الله الاوزان كده مرضيه جدا. اللهم بارك. شايفين طبعا اللي احنا في الصيف عارفين يا جماعه، احنا لو في الشتاء الاضاءه جوه بس مش حلوه. لو احنا في الشتاء الاوزان دي ما شاء الله هتلاقيها معديه عن كده، تمام. بس عشان احنا في الصيف وتربيه الصيف بتبقى معروفه يعني، تمام ما شاء الله. شايفين هما طبعا جعانين بقى قوي، هنعلفهم ان شاء الله مع بعض. شايفين اللهم بارك، هنعلفهم ما شاء الله. شايفين ما شاء الله. هما طبعا الارضيه عايزه تتنضف لهم، بس انا هنضفها لهم بكره باذن الله. هما هيجوا يجروا على العلف شايفين عشان هما جعانين قوي اهو ما شاء الله. شايفين بقى هيجوا ازاي هيجروا ما شاء الله اللهم بارك. شايفين هما جعانين. انا يا جماعه باكلهم بالطاقه، يعني بقى بالطاقه، يعني باكلهم زي فطار وغدا وعشاء كده. مش ان انا اسيب قدامهم العلف على طول، ان انا مثلا املى لهم العلفات واسيبها طول النهار قدامهم، لا ما بعملش كده بصراحه. انا باكلهم خلاص كلوا وشبعوا خلاص كده، العلف بيخلص من قدامهم خلاص، ما بزودش لهم تاني، تمام. فانا ما شاء الله بحط لهم ايه على قد ما انا يعني عارفه هم بياكلوا ايه. ما شاء الله ليا معيار كده في اكلهم، ببقى عارفه هم ايه الوجبه بتاعتهم يعني قد ايه، تمام. واحنا كده خلاص احنا بالليل، فانا كده بعشيهم اهو، بعتبر ده كده خلاص العشاء، خلاص ياكلوه وخلاص على كده، تمام. نحط لهم بقى هنا شويه كركم، بنحطهم ايه، حتى الكركم هنا في الاوضه. شايفين الكيس، انا حاطه الكيس ده في الاوضه ما بشيلوش خالص. شايفين ما شاء الله. نحط لهم برده شويه اهو، بيرفع المناعه وما شاء الله بيفتح شهيتهم على الاكل، يعني فاتح شهيه ورافع للاوزان ومضاد حيوي طبيعي. شايفين حبه كركم بس كده اهو على العلف. شايفين سهل ازاي ما شاء الله. العلفه دي كده خلاص ما شاء الله اهو. نحط بقى في العلفه التانية. شوف العلفه صغيره ازاي، دي اللي هي بتاعه التحضير، بس انا بحطها تساعد مع العلفه اللي انا اشتريتها دي، شاريها ب50 جنيه. شايفين دي بقى انا قطعه كده نص ازازه بعبي بيها العلف له. شايفين ما شاء الله. لو عجبكم يا جماعه الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا لي كده تعليق حلو منكم. شايفين ما شاء الله. برده شويه كركم اهو برشهم كده على العلف ما شاء الله. ده فاتح شهيه طبيعي ما شاء الله، بيحبوه اصلا، ما خلاص خدوا عليه. اللهم بارك. شايفين برضو يا جماعه انا هكلمكم على الفراخ اللي هي دي بتبيض ولا لا. انا جالي تعليقات كتير عليها. الفراخ دي يا جماعه بتبيض عادي، تمام. بس هي في البيض بصراحه مش زي البلد المشعر ومش زي الفيومي، تمام، مش زي الهجين والبلد الحر. البلد الهجين العالي دي بتشيل اوزان اكتر، يعني مثلا تقولوا ايه مقربه للساس وكده، تمام. يعني انا عشان اجيبها للبيض لا مش يعني مش هتبقى مربحه بالنسبه لي في البيض، تمام. انا بجيبها للحم، ولو عايزه اسيب منها 3 4 ولا حاجه هسيبها، بس انا بحبها اكتر للاكل. انا لو عايزه للبيض بقى اربي ايه عندي كذا نوع. عندي البلد الحر طبعا ده لا يعلى عليه في البيض. البلد الحر وبيبقى حجمه اصلا ضعيف بس بيبيض كتير. وفي الفيومي ده بيبيض برضو ما شاء الله، وبيبيض لو استعناه كده ما شاء الله بيبيض على طول. طبعا الفيومي اكتريتكم عارفين. شايفين ما شاء الله اتلموا على العلفه التانية ازاي. لكن الفراخ دي اللي قدام حضراتكم دي احسن بس للاكل. انا بشجعها بس للاكل. هتبيض هتبيض، لكن مش هتدينا كميه البيض اللي احنا عايزينها بالنسبه لاكلها،
هي هتاكل بس مش هتدينا بيض اللي احنا عايزينه، يعني انها تكفي البيت او كده. هي حلوة جدا كمشروع ان احنا نربيها مثلا على 2.5 شهر ونذبح منها. شايفين الديك ده الشركسي ده ما شاء الله اللهم بارك. حطوا لايك بقى للديك. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر. تمام. بكلمكم برضو عن عن انواع الفراخ اللي بتبيض. تمام. انا قلت لكم ان الفراخ دي بلدي هجين عالي، فده يا جماعه انا بربيها للاكل للبيت. تمام. بحب طعمها وجميله وبتيجي معايا على طول. لكن اللي عايزين فراخ تبيض تجيبوا فيومي او بلدي حر او بلدي مشعر، هو ده اللي انا بنصحكم بيه يا جماعه. ما شاء الله الفرخ هيبقى من صغره بتربي طبعا له طريقه معينه غير التسمين ده. كده انا بربيها كتسمين، عايزاها تاكل اكتر وبحط لها اعشاب وكده علشان تشيل معايا وزن. طبعا اللي احنا محتاجينها للبيض بنخليها طبعا بنحط لها بقى كالسيوم واملاح معدنيه، ده بنحط لها برضو، بس التانية للبيض بنستعناها اكتر. تمام. فدي يا جماعه حلوه واوزانها ما شاء الله حلوه وطعمها كويس، هي والساسو هي دي البلد الهجين العالي والساسو. الساسو اللي هو الشفر ده، وفيه الابيض. طبعا الابيض كلنا عارفين ان هو تسمين. انا برضو بربي فراخ بيضه بس الجو حر، فانا موقفه تربيه الابيض دلوقتي. ان شاء الله تابعوا معايا في القناه، اعملوا اشتراك في القناه باذن الله. هنربي الابيض باذن الله مع بعض، بس لما الجو يتظبط شويه، وكمان نكون ذبحنا دول باذن الله. تمام. انا بنوع كده، يعني مثلا شويه اجيب فراخ بلدي هجين عالي، وشويه بجيب بلدي للبيض وللاكل برضو، وشويه بجيب ابيض. بس بجيب ابيض اما الجو يبقى حلو، يعني الجو بصراحه صعب، شايفين نايمين ازاي مش متحملين الحر. فالابيض تخيلوا الابيض دلوقتي يبقى عامل ازاي. هو عادي بربيه في الحر برضو، بس بيبقى بيحتاج بقى مروحه وبيحتاج تهويه وكده. فما شاء الله شايفين بيضربوا في بعض ازاي. اللهم بارك. الفرخه يا جماعه اللي قدامكم ده اسمها بزراميط هندي على براهمه. شايفين ما شاء الله. على فكره ده ديك، دي مش فرخه، ده ديك. انا سمعته دلوقتي كان بيدن بصوت عالي دلوقتي، فانا كنت بحسبه بصراحه بربره، بس سمعت الاذان بتاعه دلوقتي كان بيدن بصوت عالي، فانا عرفت خلاص ان هو ديك، اتاكدت يعني. فما شاء الله اللهم بارك. شايفين. ربوا بقى الفراخ دي يا جماعه، تستفادوا منها والله، حلوه جدا جدا. ربيتها كتير ما شاء الله اللهم بارك. وطبعا هوزنها لكم على طول باذن الله، هوزنها لكم على طول، وبنتابع مع بعض اهو. تابعوا معايا في القناه ونشوف التطور بتاعها باذن الله يوم بيوم كده مع بعض. تمام. انا كده قلت لكم عن الفراخ البلدي الحر والمشعر والفيومي ده للبيض، الساسو والابيض والهجين العالي ده للاكل للحم يعني. فان كنتوا استفدتوا من الفيديو يا جماعه، اعملوا لي لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وصلوا على النبي بقى في التعليقات واكتبوا لي كومنت حلو كده منكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.